إلا كنت كظن أن أخطر حاجة في دار مهجورة هي الجن، اسمع هاد القصة حتى للآخر. في واحد الليلة دخل شاب مغربي لدار قديمة مهجورة باش يصورها. بعد ما سمع أن آخر عائلة سكنت فيها خرجت منها بلا ما تاخد حتى حوايجها، كان داخل بوحدو ومع غير التليفون ديالو والكشاف صغير. في الأول كلشي كان غادي عادي، ولكن منين دخل الغرفة الأخيرة في الدار سمع الصوت ديال شي حد كيتنفس تحت السرير. المشكل الدار كانت خاوية من أكثر من 12 عام، والباب كان مسدود من الخارج. والأغرب من هذا الشيء كامل، منين خرج من الدار رجع لدارو وفتح الفيديو اللي صوره، لقى تسجيل حاجة ما شافهاش بعينيه. كان كاين شخص واقف وراه طول الوقت اللي كان تماه. المهم القصة كتبدا مع شاب سميتو أيوب، عنده 27 سنة، ساكن في واحد المدينة المغربية. أيوب كان كيحب المغامرات، خصوصا الأماكن القديمة والمهجورة. ما كانش كيدخل البيوت بلا ما يدير شي حاجة خايبة. كان كيصور فيديوهات بالهاتف ديالو كيشاركها مع الأصدقاء ديالو. واحد النهار الصديق ديالو قال ليه: واش عمرك سمعتي على الدار اللي كاينه من بعد الواد؟ ايوب جاوبو: لا، شنو فيها؟ قال ليه: دار قديمه مهجوره منذ سنين، الناس اللي كيقولوا بالليل كيسمعوا فيها اصوات غريبه. ايوب ضحك: اش من اصوات؟ شي قطاط ولا الريح؟ ولكن صاحبه ما ضحكش. قال ليه: المشكل ماشي في الاصوات، المشكل ان اي واحد دخل ليها بوحدو من بعد ما بقاش كيهضر على داك المكان. هاد الجملة بقات في بال ايوب، ومن داك النهار قرر يمشي يشوف الدار بنفسه. نهار الجمعة بالضبط حوالي 10 ديال الليل خرج ايوب بالسيارة ديالو. الدار كانت بعيدة على العمران في طريق قديم كيقطع وسط الأراضي خالية، ما كان لا ضو لا ناس لا حتى دار قريبة. منين وصل وقف السيارة ديالو بعيد شوية. الدار كانت كبيرة قديمة والنوافذ ديالها مهرسة، الباب الرئيسي كان نصف محلول. أيوب بقى واقف شوية كيشوف. قال في الفيديو: دابا أنا قدام الدار اللي كنهضروا عليها الناس كاملين، غادي ندخل ونشوف واش فعلا كاين شي حاجة غريبة. دخل، أول حاجة حس بها هي البرد. برا كان الجو عادي، ولكن داخل الدار كان البرد قوي بطريقة غريبة، بحال إلا دخلت ثلاجة. سلط الكشاف ديال الهاتف ديالو على الصالون. كان فيه كرسي قديم، طابلة مكسورة والستائر ممزقة، وعلى الحائط كانت باقية صورة عائلية قديمة. أيوب قرب من الصورة. الغريب أن وجوه الناس اللي فيها كانت مخدوشة، ماشي الصورة كاملة، غير الوجوه. قال: شكون دار هاد الشي؟ وفجأة سمع صوت من الطابق الفوقاني، خطوة مورا خطوة. أيوب سكت، رفع الهاتف ديالو وقال: واش كاين شي حد هنا؟ ما جاوبو حتى واحد. ضحك شوية باش يبين أنه ما خايفش، وقال: يمكن غير شي حيوان أو لا شي قط. ولكن في ديك اللحظة بالضبط سمع صوت واضح. أيوب تجمد في بلاصتو. الصوت كان خافت، ولكن نطق السمية ديالو بوضوح. في الغرفة الأولى أيوب ما كانش فاهم شكون ناداه. في الأول ظن أنه غير تخيل الصوت. طلع للدروج بشوية، كل درجة كانت كتسرسر. وصل الطابق الثاني، كان فيه ثلاجة ديال البيبان. المهم الأول كان محلول، والبيت الثاني كان مسدود، والثالث كان عليه قفل قديم. دخل الغرفة الأولى كانت خاوية، على غير السرير قديم والمراية كبيرة. منين قرب للمراية شاف الانعكاس ديالو، ولكن اللحظة قصيرة حتى أن الانعكاس ديالو تأخر جزء من الثانية. أيوب حرك يدو، الانعكاس تحرك معه. قال: أنا غير خايف وكنت واهم. خرج من الغرفة، ولكن منين دار ظهره سمعت صوت الزجاج كيتكسر. رجع بسرعة للمراية، كانت باقية في بلاصتها، ما وقع فيها والو. هنا بدأ أيوب يحس أنه شي حاجة ماشي طبيعية. قرر يخرج، ولكن منين وصل للدروج سمع صوت الباب الرئيسي كيتسد. بوم الصوت ديالو. أيوب هبط بسرعة، حاول يفتح الباب ما تحلش. جرب مرة تانية، والو.
شد المقبض بكل القوة ديالو، ولكن الباب كان مسدود من الجهة الأخرى. وهنا تذكر حاجة مهمة، هو دخل والباب كان مفتوح وما كان حتى واحد قفله. المهم ايوب خرج الهاتف ديالو باش يعيط لصاحبه، ما كانتش الشبكه، الريزو ما كاينش. حاول يشغل الكشاف ديالو، الهاتف بقى خدام، ولكن البطاريه اللي كانت 64% ولات غير 18%. في اقل من دقائق قال هادشي ماشي عادي. قرر يقلب على شي نافذه باش يخرج منها، وهو كيدوز من ممر طويل سمع الصوت ديال شي حاجه كتجر فوق الارض. جر جر جر. الصوت كان جاي من الغرفة اللي الباب ديالها مسدود، الغرفة الثانية. ايوب قرب، قال كاين شي حد هنا؟ الصوت وقف، بقى ساكت، وفجأة 3 ديال الضربات على الباب، طق طق طق. ايوب تراجع، قال شكون؟ ما جاوب حتى واحد. ثم جاو صوت ضعيف من الداخل، حل الباب. ايوب ما تحركش. الصوت عاود، حل الباب، راه انا هنا. المشكل ان الصوت كان صوت ايوب نفسه. تحت السرير ايوب هرب من الممر ونزل الطابق الارضي، كان باغي يخرج من شي نافذه. فاش دخل لواحد الغرفه شاف السرير قديم، وفجاه سمع تنفس من تحت السرير. ايوب بقى جامد، الصوت كان واضح، شي واحد كيتنفس ببطء. ايوب سلط الضوء على المكان، ما بان والو، ولكن التنفس بقى قرب الهاتف للارض. وهنا سمع صوت ما تخرج. أيوب تراجع بسرعة، خرج من الغرفة، ولكن وهو هارب طاح الهاتف من يده، وبقات الكاميرا شاعلة كتصور. الهاتف كان موجه للغرفة، ومن بعد وقع شيء ما عرفو أيوب حتى شاف الفيديو. مع الساعة 3:17 دقيقة بالضبط، أيوب لقى نافذة صغيرة في الخلف، كسر الزجاج وخرج منها. كان مجروح في يديه، ولكن ما حسش بالآلام. جرى حتى وصل للسيارة ديالو، ركب، حاول يشغلها، المحرك ما خدامش، حاول مرة جوج 3 ما خدامش. وفجأة شاف شي واحد واقف حدا الدار، شخص طويل لابس لباس غامق، واقف وما كيتحركش. أيوب شغل السيارة مرة أخرى، هاد المرة خدمات، ومشى بأقصى سرعة ديالو، ما وقفش حتى وصل للمدينة. كان الوقت 3:17 دقيقة ديال الصباح. المهم مع الصباح أيوب ما قال لحتى واحد شنو وقع، كان خايف الناس يضحكوا عليه. فتح الهاتف باش يشوف الفيديو. في الأول كلشي كان عادي. منين دخل الدار بان هو كيدور في الصالون، ولكن في الثواني اللي كان كيهضر فيها مع الكاميرا بان شيء في الخلفية ديال الظل ديال شخص واقف في الممر. أيوب وقف الفيديو، رجع شغل المقطع، الظل كان موجود. رجع الفيديو أكثر، كان واقف وراه. منين أيوب تحرك الظل تحرك معاه، ولكن ماشي بحال الإنسان، كان كيتحرك ببطء. أيوب ظن أنه شخص دخل الدار، ولكن منين وصل الفيديو ديال الغرفة الثانية شاف الصدمة. كان واقف قدام الباب وكيهدر مع الصوت اللي من الداخل، والكاميرا كانت كتصور الممر. في الفيديو بان أيوب واقف قدام الباب، ولكن وراه كان كاين شخص آخر واقف قريب بزاف منه، قريب لدرجة أنه كان يقدر يلمسه. أيوب ما شافوش في ذاك الوقت، ولكن الشيء المرعب أن الشخص كان كيشوف مباشرة الكاميرا. النهاية كانت صادمة. أيوب ما قدرش يكمل الفيديو، سد الهاتف، ولكن في ذاك الوقت وصلوا إشعار فيديو جديد في المعرض. أيوب ما فهم والو، فتح الفيديو، كان الفيديو المدة ديالو 11 ثانية. ما صوروا هو الفيديو كان كيبين غرفة النوم ديالو، نفس السرير ونفس الحائط، نفس الغرفة اللي كان ناعس فيها قبل ما يمشي للدار. أيوب بقى كيشوف الفيديو مصور في الليل، والكاميرا كانت قريبة من الأرض. من تحت السرير كان كيبان جزء من وجه شخص. ثم سمع الصوت في الفيديو: خرجتي من الدار ولكن ما خرجتيش بوحدك. أيوب طاح الهاتف من يده. في نفس اللحظة سمع صوت من تحت السرير ديالو، تنفس، نفس التنفس اللي سمعه في الدار المهجورة. أيوب ما قدرش يتحرك، بقى واقف كيشوف للسرير. ثم جاء
واحد الصوت خافت كيقول أيوب. بعدها مباشرة تفضوا. ومن بعد داك النهار أيوب ما بقاش كيسكن في داك البيت، باع السيارة ديالو، مسح الفيديوهات كاملين وما بقاش كيدخل حتى للمكان مهجور. ولكن قبل ما يحيد الحساب ديالو نشر رسالة قصيرة ما تدخلش لأي مكان غير حيت الناس قالوا لك راه خاوي. والأغرب بعد أشهر واحد الشخص مشى لنفس الدار وصور فيديو، وفي الفيديو بان نفس السرير، نفس الممر، ونفس الباب المسدود. ولكن في آخر ثواني بانت كتابة محفورة على الحائط ما كانتش موجودة في فيديو أيوب.